يا مساء الفل أو صباح الفل على حسب ما بتتفرج على الفيديو. بإذن ربنا كده هنبدأ بداية جديدة وكورس قوي جدا، كورس الجرامر، تأسيس من الصفر، من أول حاجة في الجرامر لحد أعلى مستوى في الجرامر. بإذن الله هناخده كده بكل بساطة جدا ونستغل فترة الصيف. القواعد هي الأساس اللي بيقولوا عليه كده، زي ما يكون الأسمنت اللي بتحط ما بين الطوب كله بتركب، لكن عشان يمسك الطوب في بعضه لازم تحط الاسمنت. القواعد دي بيسموها المونه. انت عندك طوب وعندك زلط وعندك رمل وعندك اسمنت وعندك كل حاجه، بس مش عارف بقى تطلع المبنى، فبترص كل حاجه لوحدها، فاللي بيخلي يمسك بقى الخرسانه والمونه. فده اللي هي القواعد. عندي حصيله كلمات وعندي بس مش عارف ابتدي اكون جمله صحيحه. فتعالوا كده نبدا مع بعض. اول بدايه خالص في اول حاجه في القواعد بكل بساطه جدا. واول حاجه هناخدها في القواعد هناخدها وان. وان دول في البدايه بيعبروا لي عن one مفرد singular، يبقى وان بيعبروا لي عن مفرد، عشان كده دايما بيجوا مع الاسماء nouns الوان singular مفرد، يعني اي اسم. طب هل الاسماء كلها بيجي معاها وان؟ لا، هناخد دلوقتي ايه الحالات اللي هينفع والحالات اللي مش هينفع. ولكن في البدايه وان قلنا بيعبروا لي عن مفرد، دايما بيجي مع الاسم المفرد زي ما هناخد دلوقتي، وهناخد امثله كتير جدا منها هناخد الملاحظات بتاعتنا. طيب في البدايه امتى استخدم وامتى استخدم يعني امتى وان امتى؟ قال لي عشان تبقى عارف لازم تبقى تعرف الحروف المتحركه. طبعا حضراتكم عارفين الاغنيه المعروفه A ضربت E قالت I اشتكت الأو قالت يو. طبعا كررها كذا مرة. A ضربت E قالت I اشتكت الأو قالت يو. دول الحروف المتحركة، دول الفاولز، دول الأساس. يعني عايز تتعلم قراءة أو كتابة، في قواعد هنلاقي برضو هقول لك دايما قبلها متحرك بعدها متحرك، فلازم تكون عارف الفاولز الحروف المتحركة. أنا هنا بهتم جدا بالساوند، أنا عاوز الصوت المتحرك. مش هقول لك لما يجي قبلها متحرك أو بعدها حرف متحرك، لا، صوت متحرك. اللغة الإنجليزية لغة صوتيات، يعني بتلاقي أحيانا مثلا عشان تبتدي تنطق كلمة بتشوفها في لسانك مظبوطة ولا لا. تعالوا كده نبدأ ونشوف. قال لي في البداية الساوند، لما يجي الساوند متحرك اللي هو من الفاولز دول بنحط ان. طيب لما بيكون كونسونانت ساكن بنبتدي نستخدم طب الكلام ده في اي حرف في الكلمه او في الاسم؟ لا، لو الاسم بدا بحرف، باول حرف ده اللي انا بتعامل معاه، ماليش دعوه بباقي الحروف. اذا اول صوت في البدايه خالص هو اللي ابتدي اني استخدمه. طيب تعالوا ناخد اول حاجه بوك. الصوت ده صوت ساكن، يبقى تاخد يبقى بوك. امبريلا يبقى ده صوت ساكن، يبقى ياخد ان. اج يبدأ بصوت يبقى ده صوت متحرك. جاوب يلا، شاطر، برافو عليك، ياخد ان. اللي بعده play ياخد ولا ان؟ اوبا، طب استنى يا مستر، انت قلت لي مع الاسماء مع الاسم المفرد بنستخدم وان. طيب بلاي ده ما دي فعل، اقول لك عشان كده ما بنستخدمش معاها حاجه، لا بنحط لها ولا ان. عشان كده يبقى اول ملحوظه ركز فيها الافعال ومعاهم الصفات ما ينفعش احط معاهم ولا ان خالص. طيب اللي بعدها عندي رايس. طيب بدأت بصوت ساكن يبقى احط لها وان. هتحط لي اقول لك برضو لا. ليه يا مستر؟ اصل رايس لا تعد، والحاجات التي لا تعد ما بنستخدمش معاها لا ولا ان، قلنا بنستخدمها مع حاجة بتعبر عن حاجة واحدة بس، مفرد. يبقى اللي بتعبر عن مفرد والمفرد كمان ليه جمع بستخدم معاه مين؟ وان. طيب احمد تاخد ولا ان؟ طبعا تقول لي اول صوت متحرك يبقى تاخد ان، اقول لك برضو نفس النظام، ما بتاخدش لا ولا ان. ليه يا مستر؟ عشان احمد اسم شخص، فاسماء الاشخاص والبلاد والاماكن برضو ما بتاخدش لا ولا ان. يبقى عندي حاجات زي الصفات
افعال، اسماء اشخاص، بلاد، اماكن، كل ده ما بياخدش لا ولا ان معاه. المعلومات دي نركز فيها كويس قوي. يبقى الصفات والافعال والاسماء، الاشخاص والبلاد والاماكن ما بتاخدش معاها ما بتاخدش معاها ولا ان. يبقى هنا ببتدي ملحوظه سريعه، مش موضوعنا بس لازم نركز، افرق بين الاسم في اسم عام في اسم خاص. بمعنى او الاسم الشائع مثلا لما اقول انيمال، انيمال ده عام، لكن لما اقول مثلا برضو خلينا في القطط كات، كات هقول كات يبقى ده عام. طب في قطه عندي اسمها توم، طبعا انتوا عارفين توم وجيري، توم ينفع احط لها اقول لك لا. طيب عندي بوي ولد، بوي ولد تاخد بوي عشان ده عام. في كم ولد؟ في الاف الولاد، ملايين الولاد. طيب علي هقول لك لا، علي ده اسم خاص، يبقى هنا ما ينفعش اقول لان علي هنا لا يجمع، فطالما ملوش جمع خلاص. يبقى فرق بين الخاص وبين العام. مثال تاني كلمة بيبول، كلمة بيبول ناس. طيب لو قلت مثلا عن قلت مان يبقى مان. طب قلت احمد يبقى هقول احمد، ما ينفعش احط له او ان. يبقى عندي اسماء عام وشائعه، زي مثلا قلنا انيمال ده عام هقول ان انيمال، اوكي، لان ده حيوان وفي حيوانات كتير قوي. طيب كات في قطط كتير قوي ده عام. طب انا عايز اسم بقى، زي اسم مثلا كلمه بوي ولد، جيرل بنت. طب منى بنت، لا اقول لك منى ده خاص. يبقى دي ملحوظه كده خدناها على جنب ونركز فيها كويس قوي. تعالوا بقى نكمل. صن هنا شمس. طب الشمس دي بتجمع ولا ما بتتجمعش؟ لا ما بتتجمعش. طيب يبقى هنا ينفع استخدم او ان؟ لا. قال لي ممكن تستخدم ذا، وبستخدم ذا هنا بقول ذا صن. ذا بالمناسبه هيبقى ليها قاعده لوحدها، بس هنا ذا انا بستخدمها مع الحاجات الفريده من نوعها. يعني في كم شمس هي واحده، كم قمر هو انا بس مفيش غيري كم قمر هو واحد بس في السماء، كم سما سكاي هي واحده. يبقى الحاجات الفريده من نوعها مفيش منها، يبقى بستخدم معاها ذا. يبقى هنا برضو ما بستخدمش او ان مع صن. طيب تعالى ناخد اللي بعدها اورنج. هتقول لي بدات بصوت متحرك يبقى تاخد ان، هقول لك برضو لا. مين شاطر بقى عارفها؟ لان اورنج هنا جمع، واحنا قلنا الكلام ده بيجي مع مين؟ مع سينجلر المفرد بس، او ان بتعبر لي عن واحد بس. فهنا عندي اورنج جمع، فطالما جمع يبقى لا خلاص ما احطلهاش لا ولا ان. طيب اخر واحده بقى تيبل. تيبل بدات بصوت ساكن يبقى احط لها في ملحوظه برضو مهمه جدا، زي مثلا كلمه اور او كلمه honest. أنا هنا الصوت اللي نطقته اور هنا قلتش هاور لا، قلت اور. يبقى هنا أقول ان اور. ليه ان اور يا مستر؟ بدأت بحرف حرف ساكن. أقول لك أنا قلت لك من البداية إحنا إيه؟ بنتعامل بالساوندز بالصوتيات، فأقول ان اور. طيب honest نفس النظام، أو يبقى صوت متحرك يبقى أقول ان honest. طب تعالى ناخد كلمة تاني مثلا كلمة university. كلمة university يو بدأت بصوت متحرك. هقول لك university للأسف هنا بدأت بحرف متحرك لكن الصوت مش متحرك، لأنك لما بتنطقها كده university وهكذا. تمام؟ يبقى هنا كأن ده النطق اللي نطقته، فبدأت واي. فهنا أنا بستخدم الساوند، فالساوند اللي هنا هقول university. تمام؟ وخليك دايما ركز كده في الكلمة في الاسم وأنت بتكتب. مثلا apple هقول apple لا تحسها مش مظبوطة، تحسها مش ماشية. هقول لا apple ما تمشيش، هقول an apple. دايما أنت تشوف الصوت كده هتلاقيه ماشي معاك. ابل مفيش حاجه اسمها ابل. يبقى an apple. an elephant.
an egg. تمام؟ يبقى الملاحظات المهمة جدا عندي أو an بستخدمها إمتى؟ بستخدمها مع المفرد، الاسم المفرد. طب إيه الحالات اللي ما بستخدمهاش فيه؟ لما بيكون عندي فعل ما بحطلوش أو an، لما بيكون عندي اسم غير معدود اللي هو الرايس زي المية والرز والسكر والملح والحاجات دي ما بتتجمعش أو غير معدودة، فعشان كده ما بستخدمش أو an. أسماء الأشخاص والبلاد والأماكن والصفات والأفعال كل ده ما بستخدمش معاه وآن. طيب إمتى بستخدم أو آن أو ليه أصلا بستخدمها؟ ببساطة جدا كأن واحد أقرع بتحط له طاقية عشان تحميه من الشمس. يعني مثلا هقول لك دلوقتي، تعالى بقى نركز نشوف بقى فهمت ولا لا. كلمة كات، قطة، معناها إيه؟ آسف، كات معناها إيه؟ معناها قطة. هينفع أكتبها كده؟ قال لي لا، تنفع تكتب لي كات. عشان بعد كده لما هناخد في الجرامر وناخد بقى القواعد هقول لك he is not engineer. ما ينفعش تقول لي he is engineer وتسكت، لا، عايز اقول هو يكون مهندس. ما ينفعش تقول لي he is engineer، لا، اقول لك ايه؟ هتقول لي he is an engineer. ليه an هنا؟ عشان بادئ بصوت متحرك. يبقى هنا انا ما ينفعش اقول كات لوحدها، لا، اقول a cat. طيب engineer هقول an engineer. هنا egg هقول an egg. يبقى لما اقول لك بيضه يعني ايه؟ هتقول لي an egg، ما تقوليش egg كده. لما اقول لك شمسيه يعني تقول an umbrella. لما اقول لك كتاب يعني تقول لي a book. يبقى هنا عندي a وان دول اساسيين جدا ومهمين جدا. انا لو كتبت he is engineer هتمشي، بس مش جرامر، يعني كجرامر وكقاعده مش هتبقى مظبوطه قوي. ممكن تمشي، لكن كجرامر وكقاعده وكاساسيات لا، اقول he is an engineer. وعشان تبقى الكلمه مظبوطه وطالعه معاك زي الفل، تحس ان انت واد فاهم واد ما فيش منك 9 في البلد، يبقى هنا هتقول وان قبل الاسم. قلنا امتى؟ مع الاسم المفرد دايما. ليه؟ طبعا القاعده دي ليها ملاحظات كتيره جدا جدا جدا، ولكن دي اهم الحاجات اللي عندنا ناخدها النهارده وهنكتفي بيها. وما تنساش تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبرده ما تنساش تشترك بقناه التليجرام وقناه الواتساب، برده فيهم كل حاجه. لو عايز برده تبعت لي برايفت، تبعت لي شخصيا، ابتدي اصحح لك الواجب او على الاقل ابتدي اقول لك الملاحظات اللي عندك، مثلا هتبتدي تدخل في قناه الواتساب، وقناه الواتساب بكون سايب فيها الرقم بتاعي وتتواصل معايا. وبكده نكون خلصنا النهارده اول فيديو النهارده في القواعد، قاعده A وآن بكل بساطه وكل سهوله جدا. ولو في حاجه مش فاهمها ومش واضحه ابعت لي برضو، واستنونا في فيديو جديد في كورس التأسيس الجرامر من البدايه من الصفر. وكان معاكم مستر زكريا تدرس، واستنوني في فيديو جديد. وبس بأكد انك تشترك بالقناه وتشير بقى الفيديو لكل اصحابك وكل زمايلك عشان يشتركوا معانا. جود باي.